يا مساء الهدوء والرضا والستر. النهاردة هنتكلم عن حاجة دايما بتشغل تفكير ناس كتير جدا، وهي الفلوس والسعادة والرضا. هل لازم أكون غنية عشان أكون مبسوطة؟ هل لازم يكون عندي مبلغ معين في البنك عشان أحس بالأمان؟ وليه ساعات بيبقى معايا فلوس ومع ذلك مش حاسة إن قلبي مرتاح؟ الأسئلة دي مش بس في دماغك، دي في دماغ كل حد فينا. حتى اللي معاهم كتير دايما بيدوروا على الأكتر. بس خليني أقولك على حاجة، إن في أسرار لو عرفتيها فعلا ممكن تلاقي نفسك عايشة في سعادة حتى لو حسابك في البنك فاضي. كل الناس بتقول نفسي أغتني، بس عمرك قعدتي مع نفسك وسألتيها يعني إيه غنى؟ هل الغنى عندك إنك تبقي ساكنة في فيلا، ولا إنك تدخلي محل وتشتري من غير ما تبصي في السعر، ولا إنك تصحي الصبح وما يكونش عليكي ديون، ولا إنك تكوني مرتاحة البال وولادك بخير؟ الغنى مش رقم في حساب البنك. الغنى الحقيقي هو انك تحسي ان اللي معاكي كفيكي، وده بيبدأ من جواكي مش من بره. الرضا مش معناه القناعة بالنقص، الرضا معناه الشكر على الموجود. في ناس كتير بتفهم الرضا غلط، بيفتكروا ان الرضا معناه استسلام، لكن الحقيقة ان الرضا هو اعلى درجات القوة. انك تقولي انا مبسوطة باللي معايا وهسعى اكتر من غير ما اتعلق. يعني تسعي تحاولي تطوري نفسك، تشتغلي على أحلامك، بس من غير نكد ومن غير مقارنة، من غير ما تشوفي حياة غيرك وتحسي ان انت أقل. اوعي تبصي للي في ايد غيرك وتقارني بيه حياتك. ممكن تكون واحدة بتشتري لبس من أغلى براندات لكن بتقسطه وبتنام مهمومة، وانت لابسة حاجة بسيطة بس نايمة مرتاحة. المقارنة عمرها ما كانت معيار للنجاح ولا للسعادة. كل واحدة فينا ماشية في طريق مختلف بظروف مختلفة، ورب بيبعت لها اللي يناسبها. الفلوس مش شر، الفلوس نعمة، بس التعلق بيها هو اللي بيخليها نقمة. لما تبقى كل همك تجمعي وتصرفي وتخزني وتخافي تتصدقي، ساعتها بتخسري السلام الداخلي. خلي الفلوس وسيلة مش غاية، خليها أداة تساعدك تعيشي أحسن، مش هي اللي تتحكملك في يومك وفي مزاجك. ربنا قالها صريحة، لئن شكرتم لأزيدنكم. شوفي الجمال، أهو السر هو الشكر. لما تصحي الصبح وتقولي الحمد لله إن عندي بيت يحميني، أكل يدفيني، لبس يغطيني، ولاد حواليا، ونفس بيطلع من صدري، بتفتحي بوابة رزق كبيرة من عند ربنا. في ناس بتصرف فلوسها على حاجات مش بتسعدها فعلا، لبس زيادة، ديكورات مش ضرورية، خروجات علشان الناس. لكن ممكن تبقي محتاجة كورس يعلمك مهارة، أو راحة نفسية، أو كتاب يغير حياتك. ابني علاقتك مع الفلوس إنها وسيلة تحقق لك اللي يهمك مش اللي يعجب غيرك. اعملي ميزانية حب. والله، اعملي ميزانية للحب. يعني خصصي جزء من فلوسك للحاجات اللي بتفرح قلبك. هدية بسيطة لنفسك، وردة، كوباية، صدقة، مفاجأة لحد بتحبيه. الفلوس اللي بتصرفيها بحب بترجعلك براحة وبرضا. ادعي ربنا دايما يرزقك راحة البال قبل المال. قولي يا رب ارزقني رزق واسع وراحة في كل رزقي. يا رب اجعل فلوسي وسيلة سعادة مش وسيلة هم. يا رب بارك لي في القليل قبل الكتير. يا رب ارزقني رضا يخلي قلبي فرحان حتى لو حسابي صفر. اتعلمي إدارة المال، مش شرط تبقي غنية عشان تكوني مرتاحة. في ستات بسيطة جدا بس شاطرة في تنظيم بيتها وفلوسها، عارفة تدخل جنيه وتطلع منه 10. وعلى العكس، في ناس معاهم آلاف بس دايما مديونين. اتعلمي شوية مهارات بسيطة، اكتبي مصاريفك، حددي ميزانية شهرية. فكري قبل أي شراء، هل بتحتاجيه بجد ولا بس نفسك فيه؟ خصصي مبلغ للادخار حتى لو بسيط. احكي مع ربنا عن كل حاجة حتى عن مصروفك. عارفة لما تيجي نهاية الشهر وتقولي مش عارفة أكمل، جربي تحكي لربنا زي ما بتحكي لصاحبتك. قولي له يا رب أنا تعبت ومش عارفة أدبر، ساعدني يا كريم. وهتشوفي بعينك قد إيه ربنا كريم، هيبعتلك رزق من حيث لا تحتسبي. البركة في الحلال مش في الكتير. أوقات تلاقي حد دخله بسيط بس ما شاء الله حياته ماشية ومفيش أي حاجة واقفة، وتلاقي حد تاني بيقبض أضعاف بس دايما شايل هم وسايب وراه ديون. السر في البركة. البركة عمرها ما كانت في الكمية. البركة في الحلال، في النية، في الرضا، في الصدقة، حتى حسن الظن بالله. كل ما تكوني حريصة إن كل قرش يدخل بيتك يكون بالحلال، ربنا هيديلك قوة مش مفهومة، وهتلاقي حاجات كتير بتتسهل من غير ما تفهمي ليه. خدي بالك من لغة كلامك عن الفلوس. عارفة كلماتك ليها طاقة.
كل ما تقولي أنا فقيرة أو أنا مش هعرف أوفر أو الفلوس بتطير من إيدي، بتبرمجي عقلك على الفقر والندرة. لكن لما تقولي أنا برزق بسهولة، الفلوس بتيجيلي في الوقت الصح، أنا عايشة في وفرة وفي رضا، حتى لو لسه مش شايفة ده بعينك هتبدأي تحسي بيه وهتعيشيه، علشان اللسان هو مفتاح من مفاتيح الرزق. الرضا مش إنك توقفي سعي، الرضا إنك تسعي بقلب هادي وتحبي الطريق وإنتي ماشية فيه. التصدق في الضيق رزق مش نقصان. في ناس بتقول لما يبقى معايا كتير هتصدق، لكن السر الحقيقي إنك تتصدقي وإنتي مش معاكي كتير. لما تطلعي من القليل ده اللي بيفتح لك أبواب السماء، ده اللي بيخلي ربنا يرزقك رزق مش عادي. قولي دايما اللهم إني تصدقت بنية الفرج والسعة، وتصدقي حتى لو بجنيه ربنا بيبارك. ساعات بنربط السعادة بالفلوس، لما أقبض هفرح، لما اشتري لبس جديد هروق، لكن الحقيقة إن السعادة بتبدأ من قرار داخلي. لما تبتسمي، لما تسمعي قرآن، لما تبوسي أولادك، لما تقعدي مع نفسك وتشربي حاجة بتحبيها. اعملي السعادة عادة مش رد فعل. خدي بالك من الناس اللي حواليكي، في ناس بتعيشك في طاقة ندرة طول الوقت، دايما يقولوا العيشة بقت نار، مفيش أمل، كل حاجة غالية. لو فضلتي تسمعي الكلام ده هتعيشي دايما حاسة انك محرومة. اختاري الناس اللي بتشجعك وبتقولك ربنا كريم واحنا قدها، الناس اللي بتخليكي تؤمني ان الرزق في الطريق. رزقك مش لازم يجي من وظيفة بس، ممكن بيجي من ايدك، من شطارتك، من هواية عندك. اتعلمي حاجة، طوري مهارة، حتى لو بتحبي تعملي اكسسوارات، طبخ، تنظيم، تفصيل. كل مهارة عندك ممكن تبقى باب رزق، بس انتي افتحي الباب. الفلوس مهمة، بس لما يكون معاكي فلوس ومش عارفة تنامي من التفكير ولا تضحكي من الهم، يبقى لازم تعيدي ترتيب أولوياتك. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اطلبي دايما الراحة قبل الربح. خلي بالك البيت اللي مليان كركبة بيحبس الطاقة، وكل ما تنضفيه وترتبيه وتقولي اللهم ارزقني في هذا البيت رزقا طيبا مباركا، هتلاقي حاجات كتير بتتغير. في علاقة قوية بين الترتيب الداخلي والرزق الخارجي. مش لازم تبقي محاسبة علشان تفهمي فلوسك. خدي وقت كل أسبوع تتعلمي معلومة، إزاي أوفر، إزاي أبدأ مشروع بسيط. المعرفة قوة، وكل ما عرفتي أكتر اتحركتي أحسن وتحسنت حياتك. علمي ولادك من وهم صغيرين إن الرزق مش بس فلوس، علميهم يشكروا على الأكل، على السقف، على اللمة. لما ينشأوا على الرضا هيعرفوا يعيشوا مرتاحين. علقي في بيتك دعاء الرزق، اكتبي اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، من غير كد ولا مشقة. علقيه قدام عينك، كل ما تبصي عليه قولي امين وادعي بقلبك. خدي بالك من نيتك وقت الصرف، لما تشتري لبس قولي يا رب اكون شيك وافرح جوزي، لما تعملي اكلة حلوة يا رب ولادي ينبسطوا. كل نية خير بتصرفي بيها بترجع لك رزق في صورة تانية. افتكري النعم اللي مش بفلوس، الصحة نعمة، الستر نعمة، انك تقفي على رجلك وتشتغلي نعمة، انك تضحكي من قلبك نعمة. لو فكرتي شوية هتلاقي ربنا مغرقك في النعم. لما تبقي قريبة من ربنا قلبك بيبقى مطمن وعقلك بيركز وسعيك بيبقى مبارك. الناس اللي علاقتها بربنا قوية دايما تلاقي عندهم رزق بيدخل من طرق مش متوقع. كل ما تقولي يا رب استرني ربنا هيكفيكي ويغنيكي ويبعد عنك الحاجة. الستر هو أعظم رزق، وإحنا مش بنحس بيه غير للأسف لما نفتقده. اعملي صندوق صغير في بيتك، كل ما تفرحي أو تقبضي حطي فيه حاجة بسيطة، سميه صندوق السعادة. اصرفي منه لما تحبي تكرمي نفسك أو تشتري حاجة تفرحك، ده رزق برضو مش رفاهية. أوقات ربنا بيأخر رزقك شوية عشان هو شايف إن الوقت مش مناسب أو عشان يبعد عنك شر. ما تفكريش إن التأخير حرمان، التأخير ممكن يكون لحكمة. ادعي لنفسك وادعي لغيرك، لما تدعي لغيرك بالرزق ربنا بيقول ولك بالمثل. قولي يا رب ارزقني وارزق كل محتاج. خلي نيتك دايما جماعية، البركة بتتضاعف. افتكري دايما ان رزقك مكتوب، مش هيفوتك، مش هيروح لغيرك، وهيجيلك في وقته المناسب، بس خلي عندك يقين. وفي آخر الحلقة عايزة أقولك حاجة من قلبي لقلبك. مش مهم انت معاكي كام، المهم قلبك مرتاح ولا لأ. مش مهم الناس شايفينك عايشة ازاي، المهم ربنا شايفك شاكرة ولا لأ. السعادة مش مستنية أول الشهر ولا تحويل البنك، السعادة قاعدة جواكي،
مستنية بس تراضيها وتشوفيها. خدي بالك من النعم وقولي الحمد لله من قلبك، وافتكري دايما اللي بيرضى ربنا بيرزقه، اللي بيشكر ربنا بيزيده، واللي بيقرب من ربنا عمره ما بيكون ناقص. شكرا انك كنتي معايا النهاردة. لو الحلقة دي عجبتك ابعتيها لحد محتاج يسمع كلمة طيبة، وخليكي دايما واثقة ان الرزق مش بس فلوس، الرزق ساعات بيكون في كلمة او حضن او راحة، وفي صوت هادي بيطبطب عليكي. اشوفكم الحلقة الجاية.